بعد الفيديو اللي درت على مندير الكبير وقلت انه مدرب كفء من افضل المدربين ديال الانديه حاليا في افريقيا وافضلهم في المغرب، جاوني بزاف ديال الانتقادات من بزاف ديال الجماهير سواء رجاويه سواء ما رجاويه. بداو كيقولوا لي بلي انه دابا يتغلب ولا دابا ينهزم وانك غتنتقدو ولا ان ما تحكمش عليه من دابا. راه الله بداو بزاف ديال الامور. انا بغيت نوضح واحد التوضيح. انا راه ما كنطبلش المدير الكبير كمدرب. انا كنشوف المدير الكبير من نهار الدراجه كي كانت ودابا المستوى التكتيكي المستوى البدني وايضا الاختيارات البشريه. المدير الكبير مش الدراجه كانت في اسوأ حالاتها، لا تكتيكيا لا بدنيا لا في العامل البشري والاختيارات ديال اللاعبين اللي كيدخلوا يمثلوا فريق الرجاء البيضاوي في رقعه الملعب. كانوا هاد ثلاثه ديال الركائز كلهم ركائز دون المستوى. من بعد ما جا مدير الكبير لاحظنا مستوى بدني بدا كيتحسن، تكتيكي تحسن ايضا، وايضا العامل البشري اي لاعب يستحق يدخل كيدخل، ما كتستحق كتشدوش. بدنيا بزاف ديال اللعابه اللي بدنيا تحسنوا كتحس بهم انهم اكتيف التيران كيلعبوا 90 دقيقه. 90 دقيقه هو كيدير العمل التكتيكي ديالو باحسن مستوى، احسن من اللي قبل. انا ما كنقولش انه حاليا اسطوره ديال الرجاء هو مدير الكبير ومدير الكبير، ولكن كنقول ان المسار التسلسلي ديال المدير الكبير من نهار الدراجه حتى لدابا كاين تحسن كبير بزاف في فريق الرجاء البيضاوي. انا ما بنيتش هذا الشيء كله على مقابله وحده كما كتقولوا انه فاز في دوري ابطال افريقيا رديتي اسطوره. لا، هاد المعطيات هذه دايره التسلسل ديال التحسن اللي عرفاتو فريق الرجاء من نهار شدو المدير الكبير لدابا. كتساهل تلعب غتدخل تلعب، ما كتستحقش تلعب غتجلس في التوش. الفيستير حاكمو. قبل راه كانوا شي لعابه اللي ضروري خصو يدخل يلعب واخا ان المستوى ديالو كان هابط، وكانوا لعابه اللي تشراو بقاو في التوش واللي كانوا كيستحقوا انهم يدخلوا يلعبوا وكنا كنشوفوهم في بونتوش. وبزاف ديال الجماهير كانت كتعاني من هذه القضيه، كتقول لعابه في مستوى زوين حاطينهم في التوش ولعابه اللي كراس كنا كنشوفوهم كيدخلوا يلعبوا في التيران. هادشي هذا كله كيتحسب المدير الكبير. وقالوا لي بزاف انك غيجي واحد النهار غتنتقد المدير الكبير. غادي ننتقد المدير الكبير، والمدير الكبير غيجي مقابلات وغيغلط فيهم وغتنهزم الرجاء. راه كره هذه، مورينيو راه كيغلط، غوارديولا راه مشات ليه الشامبيونز ليغ بالفلسفه ديالو وضيع على مانشستر سيتي الشامبيونز ليغ قداش. عادي وتنتقد ولكن كيبقى مدرب كبير. حنا سيدي من اليوم غادي ننتقدوا شي حوايج في المدير الكبير. المدير الكبير فيه بزاف ديال الحوايج زوينين واللي عطى الاضافه للرجاء، وانا غنتقدوا اليوم في جوج اختيارات دارهم البارح عادي الانتقاد. ولا الهدهودي مع حركاس نقطه ضعف فريق الرجاء البيضاوي. جربتي حركاس مع اسماعيل وعطاو قوه في الدفاع، علاش بدلتي اسماعيل؟ خليه هو حركاس. من نهار جاو شباك ديال الرجاء ما استقبلش اهداف كثيره وكنا كنشوفوا الدفاع ديال الرجاء واقف. علاش تشونجي الهدودي؟ مع احتراماتي للهدودي واخا ماركيتي البارح، ولكن اسماعيل احسن منك. كان عليه انه يدخل باسماعيل وحركاس في الدفاع. غادي نزيد ننتقدوا في واحد النقطه اخرى ولكن بشكل اقل. زريده بلاصتو التوش. كنقولوا ان ممكن البدلاء ديال زريده اللي الله جاو جداد باقي بيدخلهم بشويه بشويه في الريتم ديال المقابله باش يدخلوا في ماتشات جايين كاساسيين. ممكن هذه القضيه هذه نتغاضاو عليها، ولكن زريده راه ماشي كره هي الجرة، ماشي كره هي التحامات بوحدهم، كره راه فيها العقل وتكتيك وفن. دابا ان شاء الله الماتش الجايه غيريح زريده لانه البلاصه ديالو 100% غتمشي ليه، خصوصا بعد جا الزرهوني والحفيظي. البارح واحد النقطه اللي علاش انا كنقول لك المدير الكبير بقى كان عنده اخطاء البارح في المقابله ولكن صلحهم في الدقائق الاخيره. الرؤيه ديال المدير الكبير انه خصو يهجم وبان ليه اظهره هو الحل الوحيد ان الرجاء باش تقدم في النتيجه وتجيب الهدف الثاني. خرج كاسور، خرج جريده، دخل مذكور ودخل الزرهوني على الاطراف وعطاو الحل. واخا انا كنت ضد انه يدخل مذكور. وهذا غير توضيح للناس اللي انتقدوني حيت شكرت مدير الكبير.